هل كتر مشاهدة الأطفال للريلز أو الفيديوهات السريعة في خطورة على تركيزهم وانتباههم؟ طبعاً ده من أكتر الأسباب حالياً في نقص التركيز والانتباه عند الأطفال. مش بس كده، في عصبيتهم الكتير جداً وعدم صبرهم على أي مهمة محتاجة مجهود بدني أو ذهني، يعني على لعب الرياضة وعلى المذاكرة. الريلز مصممة على الحركة السريعة والصور واللقطات السريعة، فمخ الطفل بيتعود على المتعة السريعة وإنه ما يقدرش يتابع مهام طويلة. ده بيؤدي إن الطفل ما بيقدرش يركز في المذاكرة، ما بيقدرش يركز وينجز في الألعاب الرياضية بتاعته، سريع الغضب والعصبية، أي مهمة طويلة ما بيقدرش يكملها للآخر، ارتباط شديد جدا بالموبايل وبمشاهدة الريلز بتصل مع بعض الأطفال لعدة ساعات متتالية. المشكلة إن مخ الطفل لا يزال في مرحلة نمو، فلو اتعود واتبرمج منذ صغر الطفل على المهام السريعة، مخه مش هيقدر يتعامل مع مهام طويلة ومجهدة بعد كده طول حياته. الطفل اللي مخه مرتاح يقدر يتعلم ويركز أفضل.